تعالي بقى لما اقولك على اسهل طريقة لشاي الكرك. حرفيا هتعمليه بسرعة الصاروخ وانتي واقفة كده، مش هياخد معاكي اي وقت. يلا نبدأ بسم الله. عندي كسرولة على النار، هحط فيها كوبايتين من اللبن الحليب. انا هنا استخدمت الكوب المعياري، ممكن تستخدمي المج اللي هتقدمي فيه. بعدين هنزل عليهم بنص كوبايه من ميه بدرجه حراره المطبخ. بعدين هنزل عليهم بمعلقتين صغيرين من الشاي الاسود الناعم، عود من القرفه، معلقه صغيره نعناع ناشف، معلقه صغيره قرنفل حصى، نص معلقه صغيره فلفل اسود حصى. بعدين هنزل عليهم كمان بمعلقتين كبار من السكر واديهم تقليبه. انا بالنسبه لي السكر هنا كان مظبوط جدا، لو حابه تزودي السكر عن كده طبعا براحتك. هسيبه هنا يغلي على نار عاليه في الاول. اول ما اشوفه بيغلي معايا كده هبتدي اهدي النار تماما عشان ما يتلسعش معايا، واسيبه يغلي لمده 10 دقايق بالظبط. بعد ما يغلي معايا وياخد من طعم الاعشاب اللي فيه، هبتدي ان انا اصبه في الكوبايات اللي هقدم فيها. زي ما انت شايفه كده معايا، بجد طعمه حلو جدا جدا وما بياخدش معايا اي وقت. يا رب ان شاء الله تجربوا الوصفه دي وتعجبكم. ولو اول مره بتشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناه، وكمان تحطوا لي اللايك الحلو بتاعكم لو عجبكم الفيديو بتاعي. بحبكم جدا جدا في الله. مع السلامه.